اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. ربنا يعوضه عليكم بخير يا رب، والسعاده والبركه والهنا، ويجي عليكم لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. طبعا سفرة رمضان ما بتحلاش الا الطبق المخلل المشكل الجميل. عملنا النهارده كده تشكيله حلوه من المخللات ان شاء الله نشوفها مع بعض. عملنا مخلل القرنبيط والكرنب، ومخلل الخيار، ومخلل الجزر، ومخلل الليمون، ومخلل البدنجان، ومعانا طبعا مخلل اللفت. وكنا عاملين مع بعض مخلل الزيتون في حلقه فاتت قبل كده، هنفتح عليه برضه وهنشوفوا كده اخباره ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، البرطمان ولا ريم ولا اي حاجه، وبصوا الميه بتاعته عامله ازاي، وبصوا الزيتون عامل ازاي. هنطلع كده واحدتين تلاته كده مع بعض وهنشوفهم برضو. بصوا الزيتون عامل ازاي. يلا كده نبدا الفيديو ونشوف عملنا ايه مع بعض. اول حاجه هنعملها حبايب قلبي هنسلق الليمون. طبعا الليمون ده يعني من المخللات اللي المفروض لازم نغير عليهم على الاقل خالص 3 ايام. فانا كنت بصور معاكم يعني اللقطه دي بالذات قبل التصوير المخلل ب3 ايام. قلت بقى اسلق الليمون بالمره علشان وانا بصور اكون غيرت عليه 3 ايام ويكون جاهز معايا. تمام. انا سلقته وغطيته بميه وحطيته على النار، خدت 3 4 غلوات. نلاحظ ان الليمونه ما تتفتحش منك قبل ما الليمونه تتفتح منك كده عشان ما تنزلش الميه بتاعتها والقيم الغذائيه بتاعتها. ننشلها كده في ميه في بوله، وبنحط عليها ميه من الحنفيه وبنغير عليها 3 ايام اقل حاجه عشان ننزل المراره بتاعه الليمون. ده اليوم بقى اللي بصور فيه، يعني انا عامله الليمون ده قبل التصوير ده ب3 ايام. تمام. الميه بتاعت الليمون يا حبايب قلبي اللي احنا سلقنا فيها انا مش هرميها، انا سبتها لما تبرد خالص وعبيتها في ازازتين ميه وحطيتهم في التلاجة. بنستخدمها في ايه يا حبيبتي؟ بنستخدمها في غسيل الابيض. لو انت بتغسلي هدوم بيضه حط عليها كوبايه او كوبايه ونص في الغساله، هتشوفي الغسيل عندك منور. بجد بجد حرفيا هيخلي الغسيل منور تحفه، وكمان معقم للملابس، وكمان ريحته تحفه. لو انت بتغسلي بقى مواعين حطي شويه طبعا في الطبق بتاع الصابون ورغرغيه كده شويه ميه من سلق الليمون، وشوفي المواعين عندك والاطباق والكوبايات ريحتهم عامله ازاي، وبيعتبر معقم هايل للاطباق والمواعين. دي اول خطوه كنت عايزه بس اقولها لكم واوضحها لكم، ان الليمون ده انا سلقاه قبل التصوير ده ب3 ايام وغيرت عليه. ده تالت يوم. تمام. هنا بقى شلت الورق بتاع الكرنب الاخضر وشلت الراس بتاعتها وبعدين قطعت الكرنب عشوائي كده تقطيع عشوائي، يعني مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، شطفتها شطفه حلوه وحطيتها في المصفى عشان تتصفى. كذلك الوضع برده في القرنبيطه نشتريها كده اللي تكون مكوره وتكون جامده، تكون الوردات بتاعتها كده متماسكه، ما تكونش الوردات مفتحه او يعني هايشه كده. لا، انت هاتي القرنبيطه اللي تكون جامده كده وتكون الوردات بتاعتها متماسكه. شلت الراس وقطعت الوردات بتاعتها بالشكل ده، وشلت برضو العنقود بتاع الوردات. العنقود عايزه اقول لكم بتاع الوردات ده ممكن يتاكل، يعني يبقى مسكر جدا. قطعت الوردات كده وشطفتها وحطيتها مع الكرنب تتصفى. وهنا الليمون بقى قلت اغير عليه كمان مره بالمره واركنه كده على جنب علشان اتاكد كمان ان المراره بتاعته راحت خالص. هنا بقى كان الصفه بتاع الميه بتاعته الكرنب والقرنبيط هفضيه على الطبق دوت كده. وبعدين يا حبايب قلبي هنحط عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، دي هريسة شطة سادة من اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. هطلعت برطمان كده من التلاجة وهحطيت القرنبيط على الكرنب، وبعدين هحط كام معلقة ملح، يعني بتاع 5 معالق من الملح، ادي 2 3 بتاع 5 معالق من الملح او 4 معالق، وهحط عليهم 3 4 معالق من هريسة الشطة دي. تمام. هريسه شطه ساده من غير توم خالص، يعني اللي ما عندهاش بقى هريسه الشطه يا حبيبه قلبي هاتي 3 4 قرون شطه سبايسي عليهم قرنين 3 شطه بارده، واضربيهم في الكبه مع معلقتين 3 من الملح. هيبقى معاكي احسن هريسه شطه. هتخلطيها بقى بالكرنب كده، تخلطيها على الكرنب وتدوبيها كده، تقلبي حلو جدا وتسيبيهم بتاع 3 ساعات كده او ساعتين عقبال بقى ما نخلص الحاجات اللي ورانا دي كلها. انا بدأت فيه برضو علشان ينزل المية بتاعته، والكمية كلها الهايشة دي كلها هتلاقيها قلت ونزلت المية بتاعتها. ساعتين 3 كده هنبص عليها هنشوف كمية المية اللي نزلته قد ايه، وهنشوف برضو الهيشان بتاع الكرنب ده كله قل خالص معانا وبدأ يعني شبه يدبل كده. تمام.
هنركنه كده على جنب، وهنروح بعد كده على الجزر. الجزر المفروض نجيبه كبير، جزرية كبيرة المليانة، علشان وانت بتقطعيها يعني ما تاخديش وقت فيها، وكمان وانت بتقشريها ما تهدريش منه كتير، وتكون مسكرة ومعسلة بالشكل ده يا حبيبة قلبي. هنشيل منه بس اول طبقة كده خفيفة بالشكل دوت، بقطعة بقى بطاطس او بالسكينة عندك باي حاجة، طبقة خفيفة جدا يعني بالشكل ده. تمام كده. بعد كده حبيبتي هنجيب بقى القطاعة ديت، يعني بتخلي بجد المخلل شكله جميل جدا جدا، ومش غالية خالص. قطاعة المخلل دي بتجيبيها من عند اي حد عنده يعني ادوات منزلية، وبنقطع الجزراية كده على على 3، عشان طبعا الجزراية طويلة، فبنقطعها كده على 3، وبنقطع كل جزء على 3 كده برضو، وبيبقى معانا شكله تحفة في منتهى الجمال. بيفكرني كده بالمخلل اللي احنا كنا بنشتريه زمان بيملالك كده الكيس كله ميه، ويحطلك ايه جزرتين 3 مع لفتتين 3، وده بقى المخلل. طب وعلى ايه احنا نعمل كل حاجه في بيتنا؟ احنا ستات بيوت لازم نبقى شاطرين، ولازم نبقى ناصحين، ولازم كل بيتنا كده يبقى كله مليان خير. حتى لو المخلل ده خير برضو في البيت على فكره. كل حاجه موجوده في البيت جميله. يكفي كده ان اولادك يقولك ايه ده والمخلل يعني مثلا يعني الليمون خلاص لا اعمل لنا. بصوا الشكل بتاعه تحفه، مديكي منظر بقى في منتهى الجمال. بعد ما خلصنا كده الكمية، هنحط عليها حبايبي 3-4 معالق من الملح، ونلفهم كده، نلف الملح بالجزر كده علشان ينزل المية بتاعته اللي هي المعسلة دي. احنا عايزين المية بتاعة الجزر تنزل خالص، وكمان هيقل برضو زي اللفت زي الكرنب والقرنبيط. حطيت عليه 3-4 معالق كده، وهنقلبه بالشكل ده، وهنحطه برضو جنب القرنبيط والكرنب. تمام. تمام كده. بعد كده حبيبتي هنيجي على اللفت لازم نشتري اللفتايه تكون وسط، ما تكونش كبيره قوي ولا صغيره قوي، تكون لونها الموف الحلو ده، وتكون كمان يعني ما تكونش شيخه من جوه. هي الوسط دي ما بتكونش شيخه من جوه خالص. بعد كده بننضف الشراشيب بتاعتها دي. طبعا هو مش مغسول طبعا، انا بقشره كده الاول، وبشيل العنقود بتاعه دوت، وبعد كده بغسله. هفتح بقى المية كده عليه على ما يعني، وانا بقشر كده وبنضفه بيكون برضو لو في اي حاجة بتكون باشت كده معايا، يعني بنقعه كده في مية وانا شغالة. تمام. اهم حاجة بنشيل الشراشيب بتاعته كده وننضفه حلو، وبيكون وسط زي ما قلت لكم. بس دي اخر واحدة معايا بقى، ودول كده منقوعين في المية وقفلت المية برضو عليهم وسبتهم كده. وهغسلهم غسلة كويسة جدا جدا جدا، اهم حاجة علشان طبعا في طينة وكده لازم يتغسل كويس. تمام. بصوا شكل اللفت عامل ازاي في منتهى الجمال. بعد ما غسلناه يا حبايبي بقى هنقطعه كده بالقطاعة زي ما قطعنا الجزر بالظبط، ونحاسب يا حبيبة قلبي على ايدينا علشان القطاعة دي بتبقى حامية شوية. بس كده بنقطعه بالشكل ده. بقى عايزه تعمليه بقى بالطول اعمليه، عايزه تعمليها اللفتايه اعمليه. اهم حاجه هيديك الشكل الجميل ده. انما الجزر كنت ممكن برضو تعمليه دواير، وتقطعي الجزرايه على 2 أو 3، بس هو مش هيبقى حلو علشان طبعا الجزرايه مدياكي مثلا يعني سميكه من فوق ونازله برفع، فانتي الحلقات اللي هي رفيعه مش هتبقى زي الحلقات التانية. بالتالي برضو لما تقسميها على 2 هتبقى الحلقات اللي هي السميكه اكتر من الحلقه اللي هي رفيعه. يا رب اكون عارفه اوصل لكم المعلومه يا حبايب قلبي. تمام. لو انت ما عندكيش القطاعه دي خالص وعايزه تعمليه بالسكينه مفيش اي مشكله. هنا بقى البدنجان، والبدنجان ده جالي يا حبايب قلبي، كان اللي جابهولي كان بيحسب ان انا هعمله بابا غنوج، فانا ما كانش عارف ان انا هملحه. المفروض كنتي تجيبيه صغير عن كده، يعني البدنجان ده البدنجان الكوبي لازم كنت جبتيه صغير عن كده، بس مش هيفرق معانا خالص، يعني هو مش هيفرق خالص في الطعم. هو هيديكي نفس الطعم ونفس اللون الموف بتاعه ونفس كل حاجة، بس هو كبير شوية مش مشكلة خالص. انت كده كده على السفرة مش هتحطي البدنجانية بحالها، انت البدنجانية هتطلعيها ولازم هتقطعها بشكل جمالي كده، وهنزوق الطبق وهنشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. والله اوعدك ان انت هتسيبي اي حاجة انت بتحبيها وهتاكلي من البدنجان ده في منتهى الجمال. ولونه هيبقى لون الموف، اللون اللي قالب على موف ده هيبقى في منتهى الروعة والجمال. وان شاء الله بإذن الله لو لنا عمر بإذن الله ومكتوب لنا عمر على وش الدنيا بإذنك يا رب، هنعمل منه في رمضان وهوريكم البدنجان الخطير ده.
5 ايام باذن الله، وهناكل من المخللات دي كلها على فكره. يعني ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب، يعني قبل رمضان ان شاء الله كمان هكون بقى معانا زي الفل. حطيت بقى 5 6 ليمونات كبار كده مليانين ميه وعصرتهم عليه، وحطيت كمان نص كوبايه من الخل، وحطيت طبق كده، لقيت الطبق عايم برضو لسه، يعني البدنجان مش طايل الميه، يعني اللي تحت يعني يتسلق اكتر من اللي فوق. رحت جايه حاطه عليه 3 مجات تقال كده عشان ينزلوا لي البدنجان تحت وكله يستوي مع بعضه او يتسلق مع بعض. هنا بقى بصوا كميه الميه اللي نزلت من الكرنب، كميه يعني قد ايه. ولو كنت عملتيه برضو من بالليل لحد الصبح كان نزل ميه اكتر من كده. طبعا الميه دي مش هنرميها، هنكمل عليها للميه بتاعته للمحلول بتاعه يعني. طبعا هنا أنا في كل مخلل يا حبايبي بحط على كل مج شاي من ده معلقه من الملح. في المخلل ده انا مش هحط معلقه من الملح على كل مج. ليه بقى؟ علشان انا عليه ملح وعليه هريسه شطه. فانا حطيت هنا على الميه بتاعته معلقتين من البنجر، وحطيت معلقتين من هريسه الشطه الساده اللي احنا عاملينها، وبعدين هحط على كل مجين من الميه معلقه واحده من الملح، علشان طبعا احنا كنا حاطين عليه بتاع 5 معالق ولا 4 معالق من الملح، فهو كده كده عليه ملح وعليه هريسه شطه، فانا مش عايزه الملح بتاعه يبقى زياده، فحطيت بس كميه بسيطه. ودقت برضو الملح، يعني دوقي برضو الحدق بتاعه. تمام كده احنا خلصنا اول نوع من المخلل وهو القرنبيط والكرنب. هنا بقى حبايبي كنت قلبت برضو البدنجان ده تقليبه عشان اتاكد ان اللي فوق نازل لتحت، لقيته كله ما شاء الله زي بعضه، وان هو خلاص اتسلق معايا، مش يتهرى منك، لا لازم يبقى فيه يعني مش مستوي قوي ولا متهري قوي، تعرفيه من الحته اللي عند العنقود اللي هي ايوه اللي انا بمسكها دي اللي احنا شايلين منها العنقود كده. جميل قوي قوي قوي. هسيبه بقى على الطبق كده يبرد معايا، وكمان الميه بتاعته مش هرميها، هنشوف هنعمل بيها ايه تاني بعد كده، هنشوف هنعمل بيها ايه. هنا بقى حبايبي هنعمل مخلل ايه؟ الخيار. حطيت شويه من الفلفل نغستهم كده بالسكينه علشان الميه بتاعت محلول الملح تدخل فيه كده وما يتهريش مني. اهم حاجه تنغزي الفلفلايه كده بالسكينه نغزه بسيطه كده، وتحطينا رقه كده تحت الخيار، ورصيت الخيار زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وكمان لو عايزه تحطي كده فلفل تقطعيه كده نصين وتحطيه في البرطمان من جوه، حطي الفلفل بيديله طعم جميل جدا. هنعمل بقى المحلول بتاعه. كل مج من الميه من مج الشاي ده اللي هو قدامنا على الرخامه ده عليه معلقه واحده من السكر من الملح. سوري معلش يا حبيب قلبي. هنا بقى 6 فصوص من الثوم بيفرقوا معايا في الطعم جدا جدا. 5 6 فصوص ثوم كبار كده، لا تفدغوهم كده بسكينه، لا اما تشقوهم بسكينه كده وتحطوهم سلام زي ما هم في البرطمان، بيعملوا طعم خطير لمخلل الخيار. تمام كده. كان البرطمان عايز مني ميه كمان، حطيت كمان مجين من الميه وحطيت معلقتين من الملح ودوبتهم، وهغطي الخيار بالميه بالمحلول الملح بتاعه، وهحط كيسه كده وهقفل البرطمان بتاعي كويس، وهديله كده ايه يعني هزتين كده زي ما انتم شايفين علشان اتاكد ان الميه بتاعته نزلت كلها فيه. هنا بقى حبايبي الجزر، بصوا الجزر شكله تحفه تحفه تحفه، ولا احسن مخلل بتشتريه من بره. تنسى اي مخلل تشتريه من بره. بصوا كميه الميه اللي نزلت منه، الميه دي كلها معسله بقى مسكره. نزلنا التسكيره بتاعته، وهشطفه بقى من الملح ده، هشطفه من الملح علشان اظبط الملح بتاعه والحدق بتاعه. وكمان لو في كده تسكيره لسه هتنزل معايا، هشطفه شطفه حلوه وهنروح نعبيه في البرطمان بتاعنا. تمام كده. يبقى ده تالت نوع معانا بكل سهوله وكل بساطه، وما خدش مننا اي حاجه. ولو قلت لكم على التكلفه بتاعته ما كلفناش اي حاجه على فكره، ما كلفناش زي ما يعني قد ما انت تشتري من بره. كل مج بقى من الميه دوت، المج بتاع الشاي دوت عليه معلقه من الملح. تمام. تقريبا البرطمان ده بياخد بتاع 7 مجات من دولت. هحط عليهم معلقتين كبار كده من هريسه الشطه الساده، وهحط معلقتين من البنجر بيفرقوا معايا كمان في اللون، وهحط انا حطيت كام مج من الميه مش عارفه 7، هحط 7 معالق من السكر من الملح. يعني كل مج من الميه بتاع الشاي ده عليه معلقه من الملح. تمام. وبرده هتدوقيه يا حبيبه قلبي بحرف المعلقه كده، تحط صبعك كده في المعلقه وتدوقيه تشوف الحدق بتاعه يعمل ازاي. بس كده غطينا كده الميه الجزر بالميه، وحطينا الكيس بتاعه وقفلنا البرطمان حلو، وادينا له رجتين 3 كده. وده تالت نوع معانا.
هنيجي الرابع نوع بقى وهو الليمون. صفيته من الميه بتاعته، وطبعا الليمون لازم نحط له فلفل، مش لازم يعني، بس الفلفل بيديله طعم حلو قوي قوي، وبحب احط الفلفل مع الليمون. هنحط طبقة برضو من تحت كده، وبعدين هنبقى برضو نغزينها برضو نغزة بسيطة علشان الفلفل ما يتهرش مننا. وهرص طبقة من الليمون، وبعد طبقة من الليمون احط او طبقتين من الليمون وطبقة من الفلفل، وهكذا لحد ما البرطمان يتملى. تمام. بس انا جيت في الاخر قلت ايه، انا هقلل الفلفل شويه علشان حسيت ان الليمون هيتبقى مني، وبالفعل اتبقى مني 3 4 وحدات. حطيتهم كده يعني ببرطمان صغنن خالص كده، مع كان فاضل ورقتين 3 من الكرنب. عملت كده برطمان مشكل صغنون كده، بس ركناه على جنب يعني. مليش لازمه ان هو ان انا ابينه لكم، يعني هو صغنون كده، قلت ايه برطمان مشكل بقى. يعني طبعا عايزه اعرفكم ان الليمون الباقي مش هيترمى يعني. حطيت ميه بقى، وحطيت على كل مج ايه معلقه برضو من الملح، وحطيت معلقتين من هريسه الشطه لل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد للليمون. تمام كده. انا حطيت بقى الليمون دوت ايه كل مج من الميه عليه معلقه من الملح، وحطيت معلقتين كبار من هريسه الشطه. بصوا انا بقلب كده عشان الهريسه الشطه لقيتها يعني نايمه في قعر البوله، بصحصحها كده عشان تنزل في البرطمان. بس كده اما تيجي ترج بقى البرطمان هتلاقي هريسه الشطه كده نزلت وتغلغلت مع الليمون، وادانا الشكل الرهيب ده في منتهى الروعة والجمال. ده رابع نوع من المخلل. هنيجي بقى الخامس نوع وهو البدنجان بتاعنا. البدنجان التحفة اللي هو يعتبر بجد بجد أحسن نوع، كلهم جمال، بس نفسي افتح عليه وهوريكم لونه عامل ازاي. قطعنا 3 4 قرون شطة سبايسي، عليهم 3 4 قرون شطة باردة، ودي بقى هريسة شطة بالثوم. انا لسه مطلعه من الفريزر. بصوا البرطمان حتى تلاحظوا ان هو مكان في الفريزر عليه البخار بتاع الفريزر كده، ولسه متجمد ازاي. هحط بقى 3 4 معالق هريسه شطه بالثوم ديت. الوحيد اللي انا حطيت عليه هريسه شطه بالثوم هو البدنجان، لان المخلل الوحيد اللي حطيت عليه توم هو البدنجان. تمام. هحط بقى ربع كوبايه كمان من الليمون، من عصير الليمون المركز، وهقطع كده ليمونه هحطها، اشيل البذر منها واحطها بحالها كده بقشرها. هنضرب بقى كل ده، الملح مع هريسه الشطه اللي هي بالثوم مع الشطه السبايسي مع الشطه البارده، هنضربه كويس جدا جدا مع عصير الليمون مع الليمونه السليمه. تمام كده حبايبي. دي هتبقى الخلطه بتاعت الحشو بتاع البدنجان. اوعدك ان انت هتاكلي بدنجان يعني احسن من الفسيخ. هتسيبي يعني مش عايزه اقولك، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هوريهولكم لما يستوي. بس كده دي الدقه او الخلطه بتاعه البدنجان. بصوا البدنجان بقى من جوه حبايبي ابيض وزي الفل في منتهى الجمال. عايزه بقى تعرفي ان البدنجانه حلوه، تجيب البدنجانيه الخفيفه، ما تكونش تقيله ولا الملكومه كده، وما تكونش يعني تكون الخفيفه كده الحلوه. بصوا بدنجان ابيض من جوه تحفه. وكمان نص كوبايه الخل اللي احنا حطيناها في السليق والليمون مخليه روعه. بصوا هنحشي بقى بالشكل ده، وهنخلي الفتحات او مكان الحشو على فوق يعني. بصوا في منتهى الجمال. هنحشي كده الكميه دي كلها، وفتحتها على مرتين. ليه؟ لو هي البدنجانيه صغيره عندك افتحيها مره واحده، انا فتحتها مرتين 3 علشان البدنجانيه كبيره بسم الله ما شاء الله مليانه. حطيت طبعا الميه كام مج كده من الميه، هحط الباقي ده كله، الخلطه دي كلها بتاعته هحطها على الميه. بصوا وهحط كمان ربع كوبايه الليمون، طبعا في بذر كده حشته بس بالمعلقه عشان ما ينزلش يعني في المخلل. وقلبت كده كويس. هحط بقى المعلقتين الباقيين دول كمان علشان لقيت الحدق بتاعه ايه يعني كويس. لاحظوا ان انا ما حطيتش ملح خالص الا الملح اللي انا حطيته في الكبه، يعني اللي انا حطيته في الكبه وضربته مع الفلفل، لقيته الحدق بتاعه مظبوط خلاص. بس كده هنقفل البرطمان بتاعنا بقى، وهنرج رجتين كده، وده يبقى خامس نوع معانا. بعد كده حبايبي ساتت نوع من المخلل وهو اللفت طبعا كان نزل الميه بتاعته زي ما انتم شايفين، ويعني قل كمان. يعني عندك لو انت عايزه برطمان بقى كميه الفلفل عايزاه، كميه اللفت عايزاه تاخد البرطمان، حط عليه بقى الملح ده بتاعه علشان ينزل الميه بتاعته. حطيت برضو على كل مج ميه حطيت عليه معلقه كبيره من الملح، وحطيت معلقتين كبار كده من البنجر، وقلبتهم كويس جدا، ومليت البرطمانات بتاعتي صغيره. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.